أهلا بيكم. قبل ما أبدأ ما تنساش تصلي على النبي وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. وبدون ما أطول عليكم يلا نبدأ العظمة بتاعت النهاردة. فيلمنا بيبدأ بفريق من المخابرات وهم في طيارة هليكوبتر وبيتكلموا إن الاشتباك هيكون بعد دقايق ومتاح لهم يستخدموا الذخيرة الكهربائية بس، وده لأن المخابرات البريطانية عايزاه حي علشان يستجوبوه، وإن الهدف موجود جوه صندوق نحاسي وكل منظمة إرهابية بتدور عليه. وبنعرف إنهم في مهمة لتأمين صندوق فيه فيروس خطير، ولما بينزلوا من الطيارة بيدخلوا جوه مبنى وبترمي واحدة من الفريق واللي بيكون اسمها هاتي قنبلة، وبيبدأ الاشتباك بين الفريق والعصابة اللي معاها الصندوق. وبتدخل هاتي للعربية اللي فيها الصندوق وبتفتحه وبتقدر تشغل النظام وبتاخد العينة واللي بتكون الهدف. لكن بيدخل واحد للمكان وبيكون اسمه ريكستون وبيعرفهم انه من المخابرات البريطانية، وبيكون نصه انسان والنص التاني آلي، لكن بيوجه الكل عليه اسلحتهم وهو بيتعارك معاهم وبيقتلهم واحد ورا التاني. ولما هاتي بتضربه بالمسدس بيتفادى طلقات النار بايديه ومش بيحصل له حاجه وبيجري عليها، لكن هي بتقفل صندوق العربيه عليها وبتهرب قبل ما يقبض عليها، وبيفضل يضرب عليها نار والعربيه بتتقلب بيها. ولما بتفتح الصندوق بتلاقي ان لازم الكبسوله اللي معاها تتحقن، وبتضطر تحقنها جواها، وبتكون عباره عن فيروس، وبالشكل ده بتكون في خطر لانها حقنت نفسها بفيروس وبتطلع تجري. ولما بيدخل ريكستون للعربية وبيفتح الصندوق بيعرف انها حقنت نفسها بالفيروس، وبيروح له 3 من رجالته وبيعرفهم ان في واحدة حقنت نفسها بالفيروس وهربت ولازم يجيبوها حية. وبنشوف 2 وهم بيصحوا من النوم واللي بيكون اسمهم هوبز وشو، كل واحد منهم في دولة مختلفة وليه نظام معين بيقوم بيه، لكن ال2 بيشتغلوا نفس الشغلانة، وهنعرف بعد كده انهم بيكرهوا بعض جدا. بنشوف هوبس واللي بيكون ضابط سابق في المخابرات وهو قاعد مع بنته الصغيرة في مطعم، وبيدخل عليهم ضابط من المخابرات وبيعرفوا ان في فيروس خطير اتسرق من ضابطة شغالة في المخابرات، ووصل لهم معلومات انها قتلت الفريق كله وهربت بالفيروس، وبيطلب منه يدور عليها، وان في عميل سري في لندن هيساعده في المهمة دي، لكن هو بيفضل يشتغل لوحده. وبيوريه الضابط صورة العالم اللي صنع الفيروس، ولما بيسأله هوبس عن مكانه بيعرفوا انه مختفي وملهوش اي اثر. وبالنسبة لشو بنشوفه هو بيقابل أمه في السجن وبيقول لها بكلمة واحدة منها هيخرجها من السجن، لكن هي بترفض وبتعرفه إنها هنا واخدة فترة استراحة، وبتسأله لو هو تواصل مع أخته وبيقول لها لأ، وبتديه حاجة في إيديه من غير ما حد ياخد باله، وبتقول له يتواصل معاها لأنه أخوها الكبير مهما حصل. ولما بيخرج من عندها بيقابله ضابط وبيعرفه على هاتي وإنها من المخابرات وسرقت فيروس، والفيروس ده لو انتشر هيقتل الناس خلال 72 ساعة بس، والكل هيعتبرها خاينة لأنها قتلت زمايلها، ومهمتك تلاقيها عشان نحميها وناخد منها الفيروس. ولما بيعرفوا إن في عميل سري من أمريكا هيساعده مش بيكون راضي عن كده هو كمان. ولما بيكلم الضابط اللي في أمريكا بيقول له إنه قلقان منهم لما يعرفوا إنهم هيشتغلوا سوا، وده لأنهم بيكرهوا بعض، لكن للأسف مصير العالم كله في إيديهم دلوقتي. وبالفعل لما بيقابلوا بعض بيفضلوا يتخانقوا ويشتموا بعض، وبنشوف إنهم مش متفاهمين خالص وكل واحد بيستهزأ بالتاني ورافض يشتغل معاه. بعدها بيطلب هوبس يراجع كل الكاميرات الموجودة جنب مكان السرقة وبيقدر يحدد مكانها، وبتكون هاتي عرفت ان المخابرات اتهمتها في قتل كل الفريق رغم ان ريكستون هو اللي قتلهم، وبتحط قنبلة قدام باب شقتها علشان لو حد اتهجم عليها، وبتخرج من البيت وبتقدر تتنكر وبتلبس باروكة علشان محدش يتعرف عليها. اما شو بيقدر يوصل لبيتها وبياخد حذره من القنبلة وبيعرف اماكن الاسلحة السرية اللي هي مخبياها، ولما بيفتح الترابيزة بتاعتها بيلاقي فيها لابتوب وبيحاول يفتحه، لكن فجأة بيهجم عليه مجموعة مسلحين وبيكونوا تبع ريكستون وبيقولوا له ارفع ايدك، وهو بياخد مسدس وبيضرب عليهم نار. وبيقدر هوبس يوصل لهاتي وبيعرفها ان الكل بيدور عليها وشايفينها خاينة، ولما بيسألها عن مكان الفيروس بتمسك الخوذة وبتضربه بيها على راسه، ولما بتحاول تهرب بيوقفها وبيشيل الباروكة من على راسها وبيحاول يوقفها رغم انها بتهاجمه وبتحدفه بأي حاجة قدامها. وشو هو كمان بيتخانق مع الرجالة وبيضرب فيهم واحد ورا التاني، وبيقدر هوبس يسيطر على هاتي وبيشيلها بإيد واحدة وبيرفعها لفوق وبيقول لها لازم نتكلم. وشو بعد مشاجرات عنيفة بيقدر يضرب الرجالة ويخلص عليهم، لكن بيلاحظ ان القنبلة اتحركت من مكانها وبيجري يمسكها قبل ما تنفجر. وبيبدأ هوبس يحقق مع هاتي وبيسألها هي مخبية الفيروس فين، وهي بتقول له انه ملوش حق يسألها عن حاجة او يحقق معاها لانه مش ضابط، لكن هو بيعرفها انه مطلوب منه يحقق معاها، وهي بتنكر معرفتها بوجوده، وكمان بتقول له انها ما قتلتش حد من الفريق، وهو بيقول لها انه مصدقها. بتسأله هو مصدقها ليه، بيعرفها انهم لما كانوا بيتخانقوا ما كانتش بتحاول تقتله،
بتقتله، لكن كانت عايزة تهرب وخلاص. وبتجيله مكالمة من بنته وبيوكل ضابط يراقبها كويس وبيقوله لو حاولت تهرب اضربها بالنار. وبيخرج يكلم بنته وبتسأله لو هو قدر يقبض على الجاسوسة. بنشوف هاتي وهي بتفك الكلبشات اللي في ايديها بالسلسلة بتاعتها وبتضرب في الضابط بالكرسي، وده كله هوبس بره بيكلم بنته ومش واخد باله. في نفس الوقت بيوصل شو للمكان، ولما هوبس بياخد باله بيجري عليها وهي بتهدده بالمسدس وبيحاول يسيطر عليها. وبيدخل شو وبيهددهم بالمسدس وبيقول لهاتي انه جاي ينقذها، وبتعرفه انها مش عايزه حمايه من حد. وشو بيعرف هوبس ان هاتي تبقى اخته وان المكان هنا خطير عليها ولازم يهربوا. بيكون هوبس مصمم يعرف مكان الفيروس، وبيتصدموا لما هي بتوريهم ايديها وبتقول لهم انها هي الفيروس وانه جواها ولازم تخرجوا منها قبل ما تموت. وبتروح تهرب من الشباك، لكن بيتكسر الازاز فجأة من حواليهم، وبيدخل ريكستون ورجالته وبيضربوا عليهم نار. وهوبس وشو بيستخبوا ورا الترابيزات، وريكستون بيشيل هاتي اللي بتكون فقدت الوعي وبيهرب بيها من الشباك. وبيخرج هوبس وشو وبيخلصوا على الرجالة وبيقرروا انهم ينطوا ورا ريكستون. وبينط هوبس، لكن شو بيضحك عليه وبينزل بالاسانسير. وبيوصل هوبس لريكستون في الاول وبيقعوا على لوح ازاز، لكن اللوح بياخدهم وبينزل بيهم للارض. وبيوصل شو للارض بالاسانسير وبيضرب في رجالة ريكستون، وهاتي بتكون فائت وبتحاول تهرب من المكان بسرعة. وشو بيضرب رجالة ريكستون وبياخد منهم السلاح وبيقتلهم بيه. بيكون هوبس بيتخانق مع ريكستون، لكن ريكستون بيكون قوي جدا وبيقدر يدرس ويحلل ضربات هوبس ويتفاداها. وبيضربوا شو بالنار لكن مش بيحصل له حاجة، وبيتصدم لما بيشوفه، وده لانه قتله قبل كده من 8 سنين ب3 رصاصات، واحدة منهم في دماغه ولسه عايش. وبعد اشتباكات مع ريكستون بيقدروا يقلبوا عليه العربية وبيجروا يركبوا عربية شو، لكن ريكستون ورجالته بيفضلوا يطاردوهم ويجروا وراهم بالموتوسيكلات. وبيعدي شو بالعربية من تحت شاحنة ضخمة، وريكستون بيقدر يعدي هو كمان وراهم، لكن في الآخر بيقدروا يهربوا منه بأعجوبة، وده بيعصب ريكستون وبيقرر إنه هيعلن الحرب عليهم. وبيروح ريكستون لمركز آيتون وبيعرفوا الموظف إنه قدر يخترق الجهاز الرئيسي لكل وكالات الأنباء ووسائل الإعلام. وبيقرر ريكستون إنه يفضح هوبس وشو ويلفق لهم تهم، وإنه هينشر إنهم هجموا على وكالة المخابرات المركزية. وبالفعل بيكون ده اتذاع في التلفزيون، وبيشوفوا هوبس وشو في الشاشات اللي في الشارع. وشو بيعرفهم ان ريكستون متحكم في منظمة آيتون الإجرامية، وان عنده جيش من المرتزقة بيجمعوا بيه الفلوس بطرق مشبوهة، وانهم بيوهموا الناس بإنقاذ حياتهم وتعزيز النمو البشري وتبديله بالآلات الإلكترونية. وهاتي بتقول لهم انها هتمشي وتروح للشخص المناسب اللي هينقذها وهيخرج منها الفيروس. وبيوريها هوبس صورة الدكتور اللي هي رايحه له وبيعرفها انه هربان، لكن شو بيعرفهم انه بيشتري جريدة كل يوم، وبيروحوا له وهو بيشتري الجريدة وبيحاصروه. وبنشوف ريكستون وهو بيكلم الرئيس بتاعه واللي بيكون عبارة عن آلة إلكترونية، والرئيس بيقول له لازم يحصل على الفيروس ويجند هوبس وشو لانهم هيكونوا مفيدين لمنظمة آيتون. في الاول ريكستون بيكون معترض لانه بيكرههم، لكن بيضطر يسمع كلام الرئيس لانه انقذه لما اخذ 3 رصاصات قبل كده. وهوبس بيتكلم مع بنته فيديو كول وبيقول لها تاخد بالها من نفسها كويس الفترة الجاية وتفضل في البيت، وبيعرفها ان المخابرات دلوقتي بتتجسس على المكالمة، وبيعرفها انه بيحبها وبيقفل معاها. وهاتي بتسأل اكتر تعمل ايه في الفيروس اللي جواها، وبيتفاجئ وبيسألها هو جواها من امتى، وبتعرفه انه من 30 ساعة، وبيقول لهم ان الفيروس دلوقتي نشط وانه خطير جدا وبسببه ممكن تموت البشرية كلها، وان بعد 42 ساعة الكبسولات هتدوب وهتتعرض للعدوى، وبعدها الفيروس هينتشر في الجو وده هيسبب تلوث عالمي في خلال اسبوع واحد بس. وبيسألوه هو ليه صنع فيروس خطير زي ده، وبيقول لهم انه كان مفكر نفسه واحد من منظمة آيتون اللي هتنقذ العالم باستخدام العلم، وانه كان فيروس مسالم لكن هم طوروه وقعدوا برمجته واستهدفوه لقتل الناس الضعيفة. وهوبس بيقول له بما ان الفيروس قابل لإعادة البرمجة يبرمجه، لكن الدكتور بيقول له مش هينفع يعيد برمجته وهو في جسم مضيف. بتسأله هاتي ازاي تخرج الفيروس من جسمها، بيعرفها ان في اختيارين، الاختيار الاول سهل والاخير اننا نقتلها ونحرق جثتها علشان الفيروس يموت، والخيار الاول ان في آلة تقدر تحافظ على حياتها وتستخرج الفيروس منها، لكن صعب يوصلوا للآلة دي لانها مستخبية في مكان سري في منظمة آيتون، وانه محصن بواسطة الجيش ومدفون في مكان مجهول جوه كوكب الارض. وشو بيعرفهم انه يعرف زعيمة عصابة روسية خطيرة جدا ومحدش بيقدر يقف قصاد اهدافها، وانهم هيروحوا لها عشان تساعدهم بامكانياتها. وبيقرر شو انهم يسافروا للعصابة وهيوصلوا للجهاز باي طريقة، وبيعمل هوية جديدة ليهم هم الثلاثة وبيدخلوا المطار وهم متنكرين، لكن بيكون عامل فخ الهوبس وبيعمل له هوية مجرم مطلوب القبض عليه، وبيتحاصر في المطار ومش بيعرف يطلع الطيارة معاهم. وبتتفاجئ هاتي من فعل اخوها وهو بيقول لها انه عمل كده لانه مش عايز يكمل معاهم لانه بطيء وكان هيأخرهم.
لكن بيتفاجئوا لما بيلاقوه داخل الطيارة بكل ثقة وبيقعد جنبهم. وبنشوف الدكتور اللي صنع الفيروس وهو رايح يركب عربيته، لكن بيتفاجئ بريكستون قدامه. وفي الطيارة بيفضل هوبس وشو يرخموا على بعض بالكلام. بيكون شو خايف على أخته هاتي منه، لكن هوبس بيعرفه إن كل مهمته دلوقتي استخراج الفيروس وبس، ومش مهتم بأخته. لكن شو مش بيقتنع وبيفضلوا يتجادلوا، ولسه كانوا هيمسكوا في خناق بعض. بيتدخل ضابط سري كان راكب معاهم الطيارة وبيراقبهم، وبيقدر يسيطر على الموقف ويهديهم. وبنشوف ريكستون وهو معلق الدكتور وبيعذبه وبيأمره يخرج الفيروس من جسم هاتي، لكن الدكتور بيعرفه ان ده خطير جدا ومش بالساهل. وبيقدر هوبس وشو يوصلوا لزعيمة العصابة واللي بيكون اسمها مارجريتا، وبيعرفوها بالمنظمة اللي عايزين يخترقوها، وهي بتقول لهم ان ده مكان سهل بالنسبة لها وهتقدر تدخلها وتزودهم بالأسلحة في المهمة دي، وبتديهم مظلات وسماعات مشفرة يتواصلوا بها مع بعض، وواقي رصاص وأسلحة كتير وكاميرات بتخترق الأشعة تحت الحمراء، وآخر حاجة قنبلة هيدروجينية مضغوطة. وبيعملوا خطة على ريكستون، وبتروح الزعيمة تسلمه هاتي علشان يقدروا يحددوا موقعها. وبتكون هاتي في طريقها للمختبر مع ريكستون ورجالته، وبيركب هوبس وشو طيارة وبينطوا منها بعد العد 3، وبينزلوا بباراشوتات على المختبر وبيجهزوا أسلحتهم. وبيشغل هوبس القنبلة الهيدروجينية، وبيكون قدامها 45 دقيقة وتنفجر في المكان. وفي الطريق للمختبر هاتي بتسأل ريكستون إن كان بيستمتع بقتل الناس، وهو بيعرفها إنهم بيخلصوا على حياة الناس الضعيفة علشان ينشروا التطور الآلي. وبيدخلها للأوضة الطبية اللي هيستخرجوا منها الفيروس، وبتشوف الدكتور قدامها، وبيختار هوبس وشو كل واحد فيهم باب يدخلوا منه. ومن خلال الكاميرات بيشوف شو إن الباب اللي هيدخله فيه ناس أكتر، وبيكون عايز يبدل مع هوبس، لكن هوبس بيرفض. وبيدخل شو وبيكون قدامه مجموعة وبيفضل يضربهم ويلاكمهم واحد ورا التاني. أما هوبس بيقابل واحد بس وبيكون ضخم جدا وماسك آلة حادة في إيديه، لكن هوبس بيضربه ضربة واحدة بتفقده الوعي وبيفضل يسحبه للباب. وشو بيكون لسه بيتخانق مع الباقي وبيضربهم بكل قوة وبيكهربهم بالعصاية الكهربائية اللي معاه، وبيسحب واحد هو كمان، وبيوصل هو وهوبس للباب، وبيقدر هوبس يفتح بابه من خلال بصمة الراجل اللي معاه. أما شو مش بتكون البصمة مناسبة، وبيفضل يجرب كل واحد من اللي ضربهم لحد أخيرا ما الباب بيفتح. ولما بيدخلوا بيشوفوا إن فريق آيتون كلهم منتظرهم وبيحاصروهم، وبيحييهم ريكستون إنهم قدروا يوصلوا للمختبر. وبتكون هاتي في أوضة العمليات ومربوطة بالكلبشات، لكن باستخدام السلسلة بتاعتها بتقدر تفك الكلبشات، وبتضرب الاتنين اللي كانوا بيراقبوها، وبتسرق الجهاز اللي بيخرج الفيروس من جسمها. وبتعرف الدكتور إنها هتطلع الفيروس بنفسها، وبيساعدها تخرج من المكان وبيأمن لها الطريق، وهي بتضرب اللي بتقابله من المنظمة، وبتقدر في الآخر تتنكر هي والدكتور في لبس المنظمة. ولما بتوصل للعربية اللي هتهرب بيها بتسمع صوت هوبس وشو وهم بيتعذبوا وبيكونوا مربوطين بسلاسل، وبيفضل ريكستون يعذبهم ويكهربهم بالصاعق، وبيطلب منهم ينضموا للمنظمة ويتجندوا، وبيكونوا رافضين، وبيفضل يضربهم، وبيلاحظ انهم مش متفاهمين مع بعض، وبيفضل يستهزأ بيهم ان مصير العالم كله بايديهم. رغم ده بيتخانقوا سوا، وبيعملوا خطة عليه وبيقولوا له انهم موافقين ينضموا ليهم ويكونوا من افراد ايتون. وهنا بتدخل هاتي وبتهدد ريكستون وفريقه بالمسدس، لكن هو بيعرفها ان المسدس مش هيشتغل غير ببصمتهم هم، وبيحصل اشتباك عنيف بينهم، وبيقدر هوبس وشو يحرروا نفسهم من السلاسل، وبيتقاتلوا مع ريكستون ورجالته. وهاتي بتاخد سلاح وبتفضل تموت فيهم واحد ورا التاني، وبتقدر تركب عربية مع هوبس وشو، وبيتعرفوا من الجهاز في العربية اللي قدامهم، وبينط هوبس للعربية التانية علشان يجيبه، وبيفضل ريكستون يطاردهم ويجري وراهم بالموتوسيكل بتاعه. ووقتها القنبلة بتنفجر في المكان وبيهربوا منه بسرعة، لكن ريكستون بيفضل وراهم وبيطارد شو وهاتي بالطيارات الإلكترونية اللي بتضرب عليهم نار. وشو بيسأل أخته هاتي لو هي بتثق فيه، وبيخليها تنط العربية هوبس وهو بيلحقها وبيركبها جنبه. وبيفضل ريكستون يطارد شو، وبيقدر شو ينط بعربيته على عربية هوبس، وبتكون المباني وراهم بتتدمر بسبب القنبلة. وبتتولى هاتي قيادة العربية، وبيطلع هوبس مع شو يتقاتلوا مع ريكستون اللي بينط على عربيتهم هو كمان. لكن كالعادة بيكون ريكستون قوي جدا وبيوجه لهم ضربات قوية، ولحسن حظهم بيقع مبنى عليه وبيقدروا يهربوا بالعربية من المكان بسرعة. وللأسف الجهاز بيكون اتدمر منهم، وهاتي بتفقد الأمل في إنقاذها، وبتطلب من أخوها يستعمل الحل التاني ويقتلها ويحرق جثتها، لكن هو بيرفض وبيقول لها إنهم ما فشلوش وما ينفعش تستسلم وهينقذها مهما حصل، وبتقول له إن باقي قدامها يوم واحد بس وتموت. وهنا بيقترح عليهم هوبس يوديهم لمكان آمن، وهناك هيقدروا يصلحوا الجهاز، وبيكون ده وطنه الأصلي. ولما بيوصلوا هناك بيكون هوبس قلقان ومتوتر في الأول من إخواته، ولما بيخبط عليهم الباب بيقابلوا أخوه بلكمة قوية على وشه بيوقعه من على السلالم. بيكون متعصب منه لأنه سمع في الأخبار إنه إرهابي، وكمان الشرطة جات المكان وسألت عليه، وإنه غاب عنهم 25 سنة، ولما رجع جاب العار لعيلته كلها بسبب عملياته الإجرامية. وبيفضل يتخانق معاه، لكن أمه بتدخل وبتزعق له، وبتتفاجئ لما بتشوف ابنها
منها وبترحب بيه، واخوه بيكون لسه متضايق منه وبيقول له انه جاي وجايب معاه مشاكل ومصايب ليهم، وهو بيحاول يفهمه ان اللي سمعوا عنه كان غلط، وانهم دلوقتي بيواجهوا منظمة خطيرة هتنشر فيروس مميت هينهي البشرية في اقل من اسبوع، ولازم يساعده يصلح الآلة اللي معاهم وينقذهم وينقذ العالم كله من الخطر. لكن اخوه مش بيكون مصدقه وبيطلب منه يمشي من المكان باصحابه وما يرجعش لهنا تاني. وهنا امه بتتدخل وبتزعق لابنها وبتقول له انهم هيساعدوا هوبس لانه في الاخر واحد منهم ومهما حصل هيدعموه في مشاكله. وبنشوف ريكستون وهو بيعيد برمجته وبيكون اقوى بكتير من الاول، والرئيس المره دي بيوكله انه يرجع له الفيروس بس لانه شاف انه مش قادر يجند هوبس وشو، وبيقدر يتوصل لمكانهم وبيعرف انهم في وطن هوبس الاصلي، وبيتوجه برجالته لهناك. واخو هوبس بياخدهم للورشه بتاعته اللي بيصلح فيها جميع انواع العربيات، وهوبس بيعرف هاتي ان ابوهم زمان كان حرامي وكان بيسرق العربيات، وبسبب ده سلمه للشرطه عشان عيلته ما تتاذيش، وقرر بعدها يبعد عنهم نهائي. لكن بيتفاجئ لما بيدخل للورشه وبيلاقيهم طوروا من نفسهم وعندهم معدات كويسه، واخوه بيعرفه ان كل شغلهم بقى قانوني والكل بيجي للمكان عندهم لتصليح الحاجات، وبيبدأ أخوه يتولى تصليح الجهاز. في نفس الوقت هوبس بياخد شو وهاتي للمكان اللي حاطين فيه الأسلحة بتاعتهم، لكن بيتفاجئ لما بيلاقيها أسلحة بدائية، وبيسأل أمه عن الأسلحة وهي بتعرفه إنها اتخلصت منهم للأمان. وهنا بيواجهوا مشكلة، ولو هجم عليهم ريكستون ورجالته مش هيقدروا يصمدوا قدامهم، وبيبدأوا يعملوا خطة، وهاتي بتبدأ تخترق نظام الأسلحة لمنظمة آيتون علشان تعطلها، وهوبس وشو بمساعدة كل القبيلة بيبدأوا يعملوا ألغام وفخاخ على الطرق اللي ريكستون هيعدي عليها، وبيحطوا متفجرات في العربيات الخردة. والأول مرة بنشوف إن هوبس وشو متفقين سوا وبيساعدوا بعض، وبتقدر هاتي تخترق نظام الأسلحة وبتعرفهم إنها تقدر تطلعها لمدة 6 دقايق بس من وقت الهجوم. وهاتي بتتكلم مع هوبس وبتقول له يستمتع معاها بمنظر الغروب لأن ده ممكن يكون آخر غروب هيشوفوه، وهو بيوعدها إنه هيحميها، وبيبان إنهم بدأوا يحبوا بعض. وبيروح هوبس يعتذر من أخوه وبيقول له إنه آسف على اللي عمله وإنه سابهم ومشي من 25 سنة، وبيوعده لو اليوم ده عدى على خير هيرجع يعيش معاهم من تاني، وبيحضنه. وبيقدر أخوه يشغل الآلة وبيركبها في إيد هاتي وبتبدأ تسحب الفيروس، وبيكون قدامها 20 دقيقة وتنتهي، وبيوصل لهم إنذار إن ريكستون دخل المكان وبيطلعوا يواجهوه. ولما بينزل هو ورجالته وبيوجهوا أسلحتهم عليهم بتقدر هاتي تعطل النظام وبتفرح القبيلة، وبيهجموا على رجالة ريكستون وبيضربوهم بالآلات الحادة اللي معاهم، وبينشغل ريكستون في قتالهم وبيروح 2 يهجموا على هاتي، لكن شو بيساعدها وبيخرجوا من المكان قبل ما ينفجر، وبينشغل في ضرب الباقي هو وهوبس، وبتكون قوتها بدأت تقل بسبب سحب الدم منها ومش بتركز، وبيقدر ريكستون يقبض عليها وبيركبها معاه في الطيارة الهليكوبتر. وبيلاحظوه هوبس وشو وبيركبوا عربية وبيجروا ورا الطيارة، وبيقدر هوبس يربط الطيارة بسلاسل قوية وبيمنعه يطير، لكن ريكستون بيزود السرعة وبيرفع العربية بتاعتهم، وبيجي باقي رجالة القبيلة بعربيتهم وبيشدوا عربية هوبس وشو، ومش بيقدر ريكستون يطير بالطيارة. لكن الوقت بينتهي والأسلحة بتشتغل تاني ورجالة ريكستون بيضربوا عليهم نار، لكن بتقع الطيارة بريكستون وهاتي من على المنحدر، وبينزل وراهم هوبس وشو، وبيوكل ريكستون واحد يراقب هاتي لحد الفيروس ما يخرج منها وبعدها يقتلها، وبيدخل في قتال قوي مع هوبس وشو، وكالعادة بيكون مسيطر عليهم وبيقدر يتفادى ضرباتهم، لكن هم في الآخر بيعملوا عليه خطة وبيقدروا يدرسوا هجماته وبيضربوه في وقت واحد، وبيضعفوا النظام اللي هو شغال عليه وبيقدروا يضعفوا قوته، وبيكون قدام شو فرصة يخلص عليه لكن هو بيرفض، ورئيس آيتون بيفكك نظام تشغيل ريكستون وبيقع في المية وبيموت، وبتقدر هاتي تموت الشخص اللي كان بيراقبها، وبتكون نجحت في إخراج الفيروس من جسمها، وأخيرا بتنجح مهمتهم. وبنشوف هوبس وهو واخد بنته للقبيلة، ولما بتشوفها جدتها بتفرح بيها وبتحضنها وبيقرر يعيش وسطهم. وشو وهاتي بيزوروا أمهم في السجن وبيدوها أنبوبة الفيروس في الكيكة، وبتفرح إنهم أخيرا يتجمعوا سوا وأنهوا خلافهم، وبتقرر إنها تخرج من السجن. وبيخلص فيلمنا على كده. لو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. سلام.